السلام عليكم. العطاء حلال والصيام والحجاب حرام، لا تندهشوا، فهكذا سيكون شعار فرنسا في الأيام القادمة إذا تم تمرير مشروع قانون تقدمت به مجموعة تنتمي إليها. وحدة غير تشوف فيها أكيد ستعتنق الإسلام، وقبل أن تصل إليها لأنك ستقتنع حتما بأنه دين الجمال والبهاء، بما أن هذه بالذات عندها مشكل مع هذا الإسلام، بما أنها قد ساهمت هي و29 سيناتور شابين كما هي في إعداد تقرير يتكون من 107 صفحات وسلموه إلى مجلس الشيوخ طمعا وطبعا في تمريره من أجل منع الحجاب والصيام على المسلمين والمسلمات المقيمين في فرنسا. المسلمين فقط، ماشي اليهود والمسيحيين والذين لا يتجاوز سنهم 16 سنة. الأغرب والمضحك في كل هذا أن القوانين الفرنسية تمنح حق العطاء للفتيات دون 15 سنة، فكيف تمنع الآخرين والذين يفوقونهم سنا من الصيام، بما أنه علاج للمعدة؟ سلام.